يا مساء الفل. موقع CNBC الشهير عمل انترفيو مع واحده اسمها توني فرانا، دي مديره توظيف في موقع كبير جدا اسمه فليكس جوبز. في الانترفيو قالت لهم ان عدد الوظائف اللي بيستقبلها الموقع بتاعها اللي هي شغاله فيه فليكس جوبز بعد الكورونا او بعد البانديميك سكاي روكيتد، او الناس بدات تقدم كتير جدا، لان زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان الناس كلها عرفت الريموت او عرفت الشغل من المنزل وحبته، وفي ناس كتير تأقلمت وبقت عايزه تشتغل من البيت. فلو زمان الوظيفه الريموت لو نزلت كان بيقدم عليها 10، دلوقتي بيقدم عليها 1000. فعلشان الابلكيشن بتاعك يبقى مميز ويستاند اوت ما بين الابلكيشنز كلها اللي بتقدم على الوظائف اللي احنا نشرناها قبل كده في الشيت اللي هتلاقي لينك ليه تحت زرار اللايك، في 5 حاجات اوعى تعملهم وانت بتقدم. فهات كوبايه قهوه وتعال نبدا. اول حاجه تعملها وانت بتقدم على الوظيفه هتاخد بالك من حاجتين: اللوكيشن او مكان العمل، والتوقيت اللي بيحتاجوا فيه الموظفين. هتقول لي طب اللوكيشن او دي وظيفه ريموت، بعض الوظائف بتطلب ناس من مناطق معينه. فتعالوا مثلا نبص على كام وظيفه من الوظائف اللي موجوده عندنا في الشيت. هنلاقي مثلا ان الوظيفه دي طالبه سينيور سبورت انجينير ويكون من يوروب او من اوروبا. هنا مكتوب برضو اللوكيشن بتاعه anywhere in Europe. فانت لو قدمت والريزمي بتاعك او السي في بتاعك بيقول انك انت مكانك في مصر، الابلكيشن هيترفض. وظيفه تانية بنشوف فيها ان لازم يكون التايم زون بتاعك من UTC -1 ل UTC +3. طب تعرف انت التوقيت بتاعك او التايم زون بتاعتك ازاي؟ احنا في كايرو عشان نعرفها هي UTC +2 او GMT +2. UTC هي GMT. طيب لو انت مش في مصر او مش في القاهره وانت مش UTC +2 او GMT +2، هتروح تدور في جوجل تكتب مثلا UTC تايم ناو ان الدوله بتاعتك بقى، العراق، ان السعوديه، وهكذا في كل الدول. فلو انت في مصر خلاص انت معروف انك انت UTC +2 او GMT +2، فالوظيفه دي تبقى مناسبه ليك تقدم عليها. طيب حاجه تانية او مثال تاني من الوظائف، هنا بيقول عايزين ناس من GMT هي UTC -3 ل +6. فانت GMT او UTC +2، فانت برضو هتفت في الوظيفه دي فتقدم عليها. فانت وانت بتقدم على الوظيفه تاخد بالك من المكان زي ما قلنا ومن التوقيت اللي بيطلبوا فيه الناس. تاني حاجه معانا وهي ان البورتفوليو بتاعك ما يكونش متحدث او معمول له ابديت. وهنا اقصد بالبورتفوليو بتاعك على حسب وظيفتك، انت وظيفتك ايه. يعني مثلا لو انت راجل ديزاينر لازم يبقى البيهانس بتاعك ابديتد. لو انت راجل بتاع فيديو لازم يبقى الفيميو بتاعك في الشوريل بتاعك او في الفيديو اللي هو بيوري اعمالك. لو انت ويب ديفلوبر او راجل بتعمل مواقع لازم يبقى عندك بورتفوليو والويب سايت بتاعك يكون حديث في الاعمال بتاعتك اللي انت عملتها قبل كده. زائد لينكد ان زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، ده حاجه مهمه جدا ولازم يبقى متحدث، يبقى معمول له ابديت. ولو عايز تبقى مميز اكتر ابعت لحد البورتفوليو بتاعك ايا كان هو ايه، خليه يراجعه لك حتى لو بمقابل، او لو كان صديق ليك يبص لك عليه ويراجع كل الحاجات دي ويشوف، يعني هنخلي نظرة تانية او عين تانية تبص على البورتفوليو بتاعك. ولو محتاج حاجة اكيد انت هتشتغل عليها او تتظبط. طيب انت لو ما عندكش بورتفوليو خالص لاي حاجة، لو انت شغال هنقول مثلا كاستمر سبورت، راجل بتاع دعم فني، ما عندكش حاجة تحطها في البورتفوليو، يبقى اللينكد ان بتاعك يبقى متحدث بكل الوظائف اللي انت اشتغلتها قبل كده باي كورسات انت عملتها. لينكد ان يبقى راجل او واحد محترف وراجل بيحافظ على شكله اونلاين او شكل الاونلاين بريزنس بتاعه او التواجد اللي موجود ليك على النت. تالت حاجه ودي اهم حاجه في ال5 حاجات اللي انت مستحيل تعملها وانت بتقدم على وظيفه، وهي انك تقدم الكفر ليتر بتاعك في اكتر من وظيفه. دي مصيبه، لان زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديو اللي فات اللي بترجاك تشوفه لو ما شفتوش، علشان موضوع الكفر ليتر ده مهم جدا. الكفر ليتر زي ما اتكلمنا بتحط فيه اسم الشركه، بتحط فيه اسم الوظيفه اللي بتقدم عليها زي ما هي مكتوبه على الويب سايت، وكمان بتحط الحاجات او بتحط نبذه مختصره عن الحاجات او خبرتك عن الحاجات اللي هم طالبينها في الجوب ديسكريبشن. زي ما قلنا برضو في الفيديو اللي فات تقرا الجوب ديسكريبشن كويس جدا. فهم لو كاتبين حاجات زي اللي هتشوف في الوظيفه دي، مثلا هنا وظيفه عندنا ناس طالبين مارس بيز، طالبين نود جي اس او رياكت فول ستاك ديفلوبر ب 45000 ل 55000 يورو في السنه. هتلاقي هنا هم كاتبين في التك سكيلز ان يبقى عندك خبره، يفضل يبقى عندك خبره في انجلر او رياكت بريفيرد او فيو. واخد بالك من كلمه بريفيرد دي؟ يعني يفضل الرياكت. فانت لو اسطوره في الانجلر والرياكت والفيو، ركز اكتر على الرياكت في الكفر ليتر اللي هتبعته للشركه دي. هنا طالبين strong knowledge of relational database and كذا كذا كذا، انت بتركز برضو في الكفر ليتر على دي.
تعالوا نشوف نفس الوظيفه دي في شركه تانية. احنا هنا شفنا المرتب بتاعها كان 44 ل 55. شركه تانية هنا طالبه نفس الكلام ولكن بمسمى وظيفي تاني، فانت هتعمل كفر ليتر تاني للشركه دي اللي اسمها ستيتس، هتغير اسم الشركه، هتغير اسم الوظيفه. هنا اسم الوظيفه ويب ديفلوبر، هنا نود جي اس رياكت فول ستاك ديفلوبر، مع ان التكنيكال ريكويرمنتس او متطلبات الوظيفه دي تقريبا هي. يعني هنا هتلاقي مثلا اكسبيرينس ان رياكت تاني ونود جي اس، جود اندرستاندينج اوف سوفت وير، ما جابوش سيره الداتابيز، او هنا ما جابوش سيره انك انت مفضل في حاجه عن حاجه. فالكلام بتاعك اللي هيتكتب في الكفر ليتر للشركه دي لازم يبقى مختلف من الكفر ليتر اللي هتقدمه في الشركه الثانيه، وهكذا. يعني مش بس انك بتكتب او بتغير اسم الشركه واسم الوظيفه، كمان بتغير في محتوى الكفر ليتر نفسه، وبتبين هم طالبين ايه، انت قوي في اللي هم طالبينه ولا لا. لان ده صدقني من كلامي ومن كلام ناس كتيره في موضوع الريموت ده، الحاجات دي بتفرق جدا مع الراجل الريكروتر او الراجل اللي بياخد منك السي في او بيقرا الريزومي بتاعتك، لان هو زي ما قلنا بيجي له عشرات ان ما كانش مئات ابلكيشنز، وهو بيحتاج يقرا الكلام ده كل يوم. فلو الابلكيشن بتاعك او الكفر ليتر بتاعك متطابق مع اللي هم طالبينه، انا عايزك انت ترد على السؤال ده، هل هياخد باله منه ويركز معاه ولا لا؟ رابع حاجه من الحاجات اللي ما تعملهاش وانت بتقدم على وظائف، وخصوصا لو كنت بتقدم على وظائف كتير، انك تستخدم نفس الريزومي كذا مره. في المثال اللي احنا لسه شايفينه ده، انت ممكن تستخدم نفس الريزومي لان هما الاثنين طالبين نفس الحاجات تقريبا، ولكن تاني يفضل انك انت تظهر في يعني في الريزومي بتكتب الورك اكسبيرينس، في الكفر ليتر لا. وانت بتكتب الورك اكسبيرينس في الريزومي بتاعتك او الجزء اللي فيه الخبرات السابقه في الريزومي بتاعتك، لو انا هكتب ريزومي للاثنين دول هركز في الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه هنا بتاع السترونج نوليدج اوف ريليشنال داتابيز، لازم هذكر شيء خاص بالجزء ده. وهنا برضو عندنا طالبين مش عارف انك انت فاميليار ويز دوكر والكلام ده كله، فالكلام ده كله هكتبه هنا بطريقه، ولو هقدم في الشركه الثانيه هنا هكتبه برضو بطريقه مختلفه. ولكن بقول لك تاني ان الريزومي مش يعني ممكن تستخدمها في كذا وظيفه بس مش في اي وظيفه، لازم تبقى متطابقه مع اللي هم كاتبينه او اللي هم طالبينه. وحاول ترتب الحاجات بطريقه تخلي برضو انك انت مطابق للي هم طالبينه. طبعا مش بقولش تكذب، انت بنكتب الحاجات الحقيقيه، ولكن ترتيبها بيفرق وانت بتكتب او بتعمل الريزومي. ده ملوش علاقه بالكفر ليتر. الكفر ليتر اتفقنا ان ما تقدمش فيه وظيفتين مع بعض بنفس الكفر ليتر، نقطه. خامس حاجه من الحاجات اللي ما تعملهاش وانت بتقدم على وظائف ريموتلي، انك ما تذكرش اي خبره ليك في العمل الريموت او العمل عن بعد او العمل من المنزل، حتى لو كان فريلانس. تقريبا 99%، مش عايز اقول 99%، ولكن هقول 90% من الوظائف بيكتبوا في الجوب ديسكريبشن انك انت تكون راجل بتعرف تشتغل ريموتلي، راجل مرتاح في العمل من المنزل، راجل بتعرف تدير نفسك او تمانج نفسك. يعني على سبيل المثال لو شفنا الوظيفه اللي احنا كنا لسه فاتحينها من شويه، هنلاقي بيقول بونس بوينت، دي ميزه لو انت راجل بترتاح في العمل من المنزل او الورك الريموت. طيب تعملها ازاي دي؟ انت لو اشتغلت فريلانس هتذكر انك انت عملت مشاريع فريلانس كذا وكذا وكذا، طبعا عملتهم من البيت، وانك قدرت تمانج التايم او تدير وقتك كويس علشان تسلم الحاجات اللي العملاء كانوا بيطلبوها منك في قبل الديدلاين. ويا سلام بقى لو تقول مثلا انك انت كنت بتتعامل مع العملاء عن طريق سلاك، عن طريق زوم، اذكر اسم البرامج دي. يعني انت لو استخدمت تريلو، لو استخدمت اسانا، لو استخدمت اي حاجه من الحاجات اللي فيها تاسك مانجمنت اللي انت بتدير بيها التاسكات او بترتب بيها شغلك، اذكرها سواء في الكفر ليتر او سواء في الريزومي. وده بيعتمد على هم كاتبين الكلام ده في الجوب ديسكريبشن ولا لا. لو كاتبينه في الجوب ديسكريبشن هتحطه اوتوماتيك في الكفر ليتر، لو مش كاتبينه فانت بتحطه في الريزومي كنوع من انواع انك انت راجل تقدر تشتغل ريموتلي. فانت لو اشتغلت اي شغلانه لعميل بره مصر او شغلانه ريموتلي قبل كده او اي حاجه شبيهه، حاول دايما تحطها مع التولز اللي انت استخدمتها لانجاز العمل ده. زي ما قلت تاني، سلاك، زوم، تريلو، اسانا، يو تراك، اي برنامج لاداره التاسكات دي، ده كلها حاجات بتفرق جدا جدا في الابلكيشن بتاعك. اتمنى انك انت تكون استفدت من الفيديو وتنفذ على قد ما تقدر اللي احنا اتكلمنا فيه، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه.